أنا اسمي فاطمة، مزوجة وأنا صغيرة بحسن. راجل معروف في الدوار بالرجولة دياله، بالنية الصافية وباليدين اللي ما كيعرفوش يرتاحوا. كان كيخدم في البناء في المدينة وكيرجع للدوار كل مساء عيان، ولكن بعينيه ضحكة كتنسيني التعب كامل. حسن ماشي غير راجل، كان صاحبي، سندي وحنان قلبي. منين تزوجنا قال لي: فاطمة، غادي نوقف معك في الحلوة والمرة. وكلمة المرة عمرها ما خطرت في بالي، حتى جاء النهار الأسود. نهار خميس، صباح عادي. خرج حسن يخدم في بناء بعيد. بالليل جابوا ليه الأخبار: حادثة في الطريق، طوموبيل دازت عليه. تخيلت راسي كان سمع الصوت دياله، كان حس بالخطوات دياله في الدرب، ولكن الواقع كان أقصى. دفناه ودفنت معاه الضحكة ديالي. بقيت شهور ما خارجة ما داخلة، ماكلة بلا طعم، نوم بلا راحة. الناس كيجيو يوسوني، ولكن مني كيمشيو الدار كتولي مقبرة. غير ولدي الصغير اللي كان باقي كيحبي هو اللي كيعطيني سبب باش نعيش. كنت كنقول في راسي: أحسن، كيفاش مخلي هاد الولد يكبر بلاك علال براجل كيعرفو الدوار كامل، مول اللبن، مطلق من سنين، ما عندوش ولاد. كان معروف بالجدية ديالو وباليد اللي ديما معطية، يساعد هاد يوقف مع داك. منين مشيت نشري اللبن أول مرة بعد موت حسن، هو اللي سلم علي وقال: الله يصبرك آل الله، راه الدنيا ما فيها غير الهم، ولكن حتى الفرحة كاينة. كلمة بسيطة، ولكن حسيت بيها خارجة من قلب مجروح بحالي. كل نهار كنت كنمشي نشري اللبن، وكل مرة كنلقى علال كيهضر بكلمة كترتاح ليها نفسيتي. كان يعاوني نشد الحمالة، يسول عليا، حتى وليت بلا ما نحس كنستناه. ولدي حتى هو بدا يتعلق بيه، يناديه عمو علال ويبغي يلعب معاه. علال ما كانش ساهل باش يوصل لهالدرجة. هو تزوج بكري، ولكن ما سولموش الزمان. مراته خلاته ومشات لمدينة أخرى، قالت ما صبراش على حياة الدوار. من داك النهار بقى وحيد، حتى هو بحالي عايش فراغ كبير. يمكن هذه هي الحاجة اللي قربتنا من بعضنا، الجرح المشترك. ولكن الناس في الدوار ما خلونيش نرتاح، بداو كيهدروا: فاطمة معمول اللبن؟ ما صبراتش حتى العام. أنا كنت كنسمع وكنديها غير لولدي، حيث هو الأمان ديالي الوحيد. ولكن داك الكلام كان كيتجمع عليا بحال جبل. واحد الليل جلسنا أنا وعلال قدام داري، القمر منور والهوا هاني. شاف فيا وقال: فاطمة، أنا ما بقاتش عندي نية نبقى بوحدي، بغيت نكون معاك، نكون سندك، ونربي ولدك بحال ولدي. أنا عارف الناس غادي يهدروا، ولكن حياتنا احنا هي اللي عايشينها. سكت، قلبي بدا يدق، دموعي نزلوا. هاد المرة ماشي ديال الحزن، ولكن ديال بداية جديدة. جاوبته: علاش لا؟ يمكن يكون نصيبي التاني هو مول اللبن. ولكن الناس ديال الدوار ما خلاونيش، بداو كيهدروا. مسكينة فاطمة ما صبراتش حتى لنشفوا دموعها وصاحبات مع مول اللبن. واش معقول؟ حسن ما دازش عام على وفاته وهي بدات حياتها من جديد. أنا كنت كنبرد راسي ونقول: أنا اللي عايشة هاد الألم، وأنا اللي كنعرفش نحتاج. ولكن كلام الناس كان تقيل. واحد العشية جلسنا بجوج قدام الدار، القمر مضوي والليل ساكت. شاف فيا وقال: فاطمة، علاش ما نوليوش أكثر من صحاب، نعيشوا بجوج ونربيو ولدك بحال ولدي؟ سكت، دموعي نزلوا، ماشي ديال الحزن، ولكن ديال أمل جديد. جاوبته: علاش لالا؟ يمكن يكون نصيبي التاني هو